السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف التاسع الأعزاء في درس جديد من دروس مادة الحاسوب. كنا قد تناولنا في الدرس السابق مفهوم التعلم الإلكتروني ونوعيه المتزامن المباشر وغير المتزامن أو غير المباشر. أما في درسنا لهذا اليوم فسنتناول معا بأمره تعالى أدوات التعلم الإلكتروني. سنتعرف إلى تقنيات التعلم الإلكتروني، فهناك العديد من الأدوات والتقنيات الإلكترونية التي تستخدم طبعا في سبيل تحقيق أهدافه. منها ما هو متاح بأسعار مقبولة للأفراد والمؤسسات، ومنها ما هو مكلف مثل المؤتمرات المرئية. أما أدوات التعلم الإلكتروني التي سنتناولها في درسنا لهذا اليوم فجميعها تعتبر أسعارها مقبولة ومتاحة للأفراد والمؤسسات، مثلا أقراص الCD والDVD، الشبكة الداخلية إنترنت، شبكة الإنترنت والمكتبة الإلكترونية، وكذلك الكتاب الإلكتروني. أما بداية فأقراص الفيديو الرقمية الDVD والأقراص المدمجة الCD يتم تجهيز المادة التعليمية على هذه الأقراص. تتعدد أشكال المادة التعليمية، فممكن أن تكون مثلا عبارة عن نصوص مرفقة مثلا في أوراق العمل، ممكن أن تكون كذلك أصوات كالموسيقى، ممكن أن تكون فيديوهات، ممكن أن تكون صور متحركة مثل موسوعة الإنكارتا، أو مثل السيديهات أو الDVDs المرفقة مع كتاب اللغة الإنجليزية أو بعض كتب الحاسوب. لنأتي ثانيا إلى الشبكة الداخلية إنترانت، وهنا علينا التركيز بأنها إنترانت وليس إنترنت. فكما نرى مثلا في هذه الصورة هي عبارة عن بناء، وهذا الشبكة الداخلية تماما هي مجموعة الحواسيب المقسمة أو الموسعة على مساحة جغرافية محددة، كأن تكون داخل مبنى أو مجموعة من المباني المتقاربة. طبعا هذه الحواسيب مرتبطة فيما بعضها البعض في الشبكة الداخلية في المؤسسة نفسها أو في داخل هذه المؤسسة. طبعا ممكن أن تكون هذه الشبكة مثل الشبكة الموجودة في مختبر المدرسة، فجميع الأجهزة مربوطة مثلا في الجهاز الرئيسي. ممكن أن تكون أيضا كالأمثلة عليها الإيديو ويف، وهي الإيديو ويف اللي بتستخدمها وتعتمدها وزارة التربية والتعليم في الأردن. فهذه المنظومة من خلالها يستطيع المعلم أن يرسل واجب لطلاب محددين، أو أن يستلم منهم حل هذه الوظيفة ويرصد لهم العلامة تماما مثل تيمز الذي نستخدمه في دروسنا. لنأتي الآن إلى الأداة الثالثة من أدوات التعلم الرقمي، وهي شبكة الإنترنت. ونلاحظ هنا أن شبكة الإنترنت عالمية. الآن تقدم شبكة الإنترنت خدمات تعليمية بطرق متعددة، فهناك الكثير من المؤسسات التعليمية التي تقدم المواد الدراسية من خلال مواقعها التعليمية، مثلا W3 Schools التي تقدم كورسات دعنا نقل أو دروس في البرمجة HTML C++ جافا وغيرها. فيكون الدخول متاح للمتعلمين في أي وقت، ويمكن لهاي المواقع أيضا أنها توفر تعليما تفاعليا عن طريق البرامج المقدمة عليها. فمثلا W3 Schools عند دراستك لل HTML دعنا نقل فإنها مباشرة تقدم لك سؤال على الجزئية التي قمت بدراستها وتصحح لك هل هو صحيح أم خاطئ. أيضا هناك المدرسة الافتراضية أو الفيرتشوال سكول، هي مدرسة تماما شبيهة بالمدرسة التقليدية من حيث وجود معلمين ووجود متعلمين وطلبة، ولكنها على شبكة الإنترنت. لا ترتبط طبعا الاستفادة من خدماتها بأي زمان أو مكان، بل على عدد من التقنيات مثل المؤتمرات المرئية وغيرها من تقنيات التعلم الإلكتروني. إذن يستطيع الطلبة الدخول إلى موقع المدرسة الإلكتروني عن طريق الإنترنت والتعرف على المواد الدراسية المتوفرة فيها في أي وقت وفي أي زمان يشاءون. ومن الأمثلة عليها مثلا سكول أرابيا الموجودة في الأردن، وهذه المدرسة العربية توفر بيئة تعليمية تفاعلية مجانية للدارسين العرب.
من بين أيضا الخدمات التعليمية التي نستطيع الاستفادة منها في شبكة الإنترنت الجامعات الافتراضية، أو بمعنى آخر الفيرتشوال يونيفرسيتي. هي عبارة عن الجامعة بتقدم المواد الدراسية عن طريق الإنترنت. من أمثلتها جامعة فينيكس. هاي جامعة فينيكس الافتراضية بتقدم العديد من البرامج الدراسية في مختلف المستويات للطلبة حوالين العالم. يستطيع الطلبة حضور المحاضرات عن طريق هذا الموقع في أي زمان وفي أي مكان يشاءون. الآن بما أن قلنا أن هناك الإنترنت أو الشبكة الداخلية والإنترنت أو الشبكة العالمية، دعونا نلاحظ الفرق بينها في صورة. فمثلا في الصورة الأولى نلاحظ أنها عبارة عن مثلا مبنى وحواليه مجموعة من المباني والأفراد، وهي الشبكة الداخلية إنترنت. أما الإنترنت فهي الشبكة العالمية، ونلاحظ أن كلها عبارة عن حواسيب متصلة مع بعضها البعض حوالين كل العالم. بعد أن تناولنا 3 من أدوات التعلم الرقمي، لنأتي إلى الرابعة وهي المكتبة الإلكترونية. فالمكتبة الإلكترونية بتعتمد على تخزين محتوياتها من كتب، دوريات ومجلات على نحو رقمي. فهي تعتمد على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها طبعا الإنترنت، عشان تطور هاي الخدمات الخاصة في البحث العلمي وتسهل علينا الوصول للمراجع العلمية المختلفة، وأيضا بتسهل لمستخدميها وبتوفر لهم وسائل آلية للبحث والاسترجاع لتسهيل الوصول إلى محتواها. من بين الأمثلة على المكتبات الإلكترونية عندنا موقع الوراق. في موقع الوراق الإلكتروني بإمكاننا أن نوصل للكثير من الكتب وللكثير من الدوريات والأشياء. طبعا هذه المكتبة الإلكترونية في لها مجموعة من الفوائد اللي بتوفر لنا إياها. فمن بين الفوائد الخاصة في المكتبة الإلكترونية هي نشر المراجع العلمية عشان يستفيد منها الباحثون والطلبة بشكل عام. فأنا بإمكاني أني أوصل لهاي المراجع بكل سهولة وبكل يسر على مختلف مستواي العلمي. ثانياً تخفيض تكاليف الحصول والوصول للمراجع العلمية. المراجع العلمية ثمنها مرتفع، خصوصا إذا أنا كنت بدي أعمل بحث للجامعة وبحاجة إلى مثلا 60 أو 70 مرجع، و60 أو 70 مرجع معناها إذا أنا بدي أروح أشتريهم كل هاي المراجع، فبالتالي أنا عندي فلوس. وحتى لو ما بدي أشتريهم ولكن أنا بحاجة أني ألف على عدة مكتبات لحد ما ألاقي الكتب اللي أنا بدي إياها والمراجع كافة. أما إذا كان في عندي مكتبة إلكترونية فبكبسة زر أنا بإمكاني أني أوصل لكل هاي الكتب. أما ثالثاً فهي توفير وقت الوصول للمعلومة. فأنا في اللحظة نفسها ممكن أني أنزل مجموعة من الكتب، 5 أو 6 كتب في نفس اللحظة، وأني فقط لا غير أعمل عملية بحث بالنقر مثلا على كنترول F وأكتب اسم الكلمة اللي أنا بدي إياها، ومباشرة أوصل للجملة اللي بدي إياها بدون ما أقعد أنا أمسك هذا الكتاب وأقرأه كلمة كلمة لحد ما أوصل للشيء اللي بدي إياه. أيضاً في عنا المكتبة الإلكترونية بتتكون من مجموعة من الكتب الإلكترونية. الكتاب الإلكتروني هو كتاب بصيغة رقمية يمكن قراءته عن طريق جهاز الحاسوب، ويستخدم على نحو واسع في التعلم الإلكتروني. ممكن أني أمسك هذا الكتاب وأنزله على جهاز الحاسوب أو على الجهاز المحمول الموبايل لإلي، وذلك من خلال رابط أنا بنقر عليه وببدأ في القراءة. طبعا الكتب المنهاج الأردني مثلا كلياتها متوفرة في صيغتها الPDF ككتب رقمية. في عنا مجموعة من الفوائد والمميزات للكتب الرقمية. فمثلا سهولة البحث عن المعلومات زي ما ذكرنا سابقا، فأنا هذا الكتاب بس بكنترول F بقدر أني أوصل للكلمة وبطلع لي كليات الكلمات اللي أنا كليات المواقع اللي وردت فيها الكلمة التي أشاء. أيضا انخفاض تكلفة الكتاب المنشور إلكترونيا عن الكتب المطبوعة. فهذا الكاتب لما بده يجي ينشر الكتاب على أرض الواقع مش إلكترونيا بده يحتاج إلى نفقات الطباعة، نفقات التوزيع، ونفقات الشحن عشان يوصل لدول مختلفة. أما
لما يكون منشور إلكترونيا فأنا مش بحاجة لأني أدفع أي شيء لتكلفة كطباعة وشحن وتوزيع. بالإضافة لأنه بيوفر الحيز المكاني، فأنا بدل ما يكون في عندي سلسلة مجلدات للكتب بإمكاني نفس هاي السلسلة أني أحفظها على الفلاش ميموري اللي موجود عندي، فبالتالي أنا مش بحاجة أني أحطهم على رف أو أني أحجز خزانة كاملة، إنما فقط كل اللي بحتاجه فلاشة أو DVD أو CD أني أحفظ عليه هاي الكتب. أيضا بتختصر الوقت والجهد على الباحث كما مر معنا سابقا، وكذلك سهولة التعديل والتحديث على الكتب الإلكترونية. فأنا لما بدي أجي أحدث أي كتاب إلكتروني أو بدي أرجع أعمل تنقية، خلينا نحكي للمعلومات اللي موجودة فيه أو تنقيح للمعلومات اللي موجودة فيه، مش بحاجة أني أرجع أطبعه من أول وجديد، هي فقط لا غير النسخة الإلكترونية بس بعمل لها أبديت. ولكن أيضا هناك مجموعة من الصعوبات اللي بدها تحد من انتشار هاي الكتب الإلكترونية، منها الجلوس لأوقات طويلة أمام الحاسوب يؤدي إلى أضرار صحية زي وجع مثلا في الظهر أو في العيون. وأيضا في عنا الحاجة إلى برمجيات خاصة لقراءتها، فمثلا أنا بدي PDF أو بدي أي تطبيق تاني أني عشان أقدر أني أقرأ هذا الكتاب. أيضا الجلوس لأوقات طويلة أمام جهاز الحاسوب يؤدي إلى أضرار اجتماعية زي العزلة وغياب التفاعل الاجتماعي. وبهذا بنكون تعرفنا في خلال حصتنا لهذا اليوم على أدوات التعلم الرقمي، وحكينا عن CD والDVD، حكينا عن الشبكة الداخلية إنترنت، حكينا أيضا عن شبكة الإنترنت العالمية، عن المكتبة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني أيضا بفوائده والأمور التي تحد من استخدامه والتعامل معه. وإلى هنا طلاب الأعزاء، دمتم بكل الخير والسعادة وحماكم الله من كل مكروه.